انا بنت وعندي 17 سنه. في يوم من الايام كنت رايحه المدرسه وكنت ماشيه مع صاحبتي وكنا قاعدين بنهزر عادي، بس فجاه حسينا بحاجه غريبه كأن حد ماشي ورانا. فانا قلت لصاحبتي مدي علشان انا حاسه بان في حد ماشي ورانا، فقالت لي ماشي. لفينا وشنا علشان نشوف مين ماشي ورانا بس ما لقيناش حد، فقلنا يمكن يكون بيتهيأ لنا. بس لما لفينا وشنا تاني لقينا راجل طويل جدا وكان شكله غريب قوي وكان قاعد يجري ورانا. صاحبتي ما توصتش، فضلت تصرخ باعلى صوتها وتقول ايه ده. فجاه صاحبتي وقعت على الارض وبدات تصرخ وتقول لي مش قادره اتنفس، ساعديني. وقتها حسيت ان الدنيا بتلف وتدور بيا والراجل الطويل اختفى فجاه وكانه كان مجرد خيال. بصيت على صاحبتي لقيتها مغمى عليها، الناس جم اتلموا حوالينا وفجاه ما حسيتش بنفسي وقعت على الارض. وصحيت لقيت نفسي في المستشفى وكنت بحكي لهم اللي حصل، بس ما حدش صدقنا لا انا ولا صاحبتي. اليوم ده فضل محفور في دماغي، ودلوقتي انا وصاحبتي عندنا 23 سنه ولسه فاكرين الموقف ده لانها كانت ليله مرعبه حرفيا. طيب صاحبه القصه هي اللي مؤلفه القصه دي، وانا حبيت اطلع القصه كدعم ليها وللمبدعين اللي زيها. يلا بقى طلعوا روح المؤلف اللي جواكم وهختار احسن 3 قصص وهطلعهم. ولو حبيتوا نعمل مسابقه لكده اكتبوا في الكومنتات علشان نشجع بعض على الابداع.